مساء الفل على عيونكم، مساء الجمال. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة المولد النبوي الشريف هنعمل مع بعض النهاردة حلويات المولد، العلف بكل أنواعه. هنعمل السودانية والحمصية والسمسمية، وهقولك على كل الأسرار بتاعت المحلات. هتطلع معاكي جميلة وبتقرش وحلوة واللمعة بتاعتها خطيرة. تعالوا بس اوريكم شكل الأول السودانية. شايفين اللمعة قد ايه ومتماسكة وجميلة، وكل ده بكوبايه الا ربع من السكر. عايزه اقول لكم ان انا عملت ربع كيلو بس من السوداني، وربع كيلو من السمسم والحمصيه، وعملنا كيلو وربع من الحلاوه العلف. هتكلفتها بسيطه جدا، هتعملوها معايا بطريقه بسيطه وخطوه بخطوه ان شاء الله مع بعض في الفيديو ده. اول خطوه هنعملها مع بعض وهو تجهيز الصينيه اللي هنشتغل فيها. مهم قوي الخطوه دي نعملها في الاول. هجيب اي صينيه واي صاج عندك انت حابه تشتغلي فيه، وهبدأ أدهنه بالزيت زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ أحط كمان عليه عارفين أكياس السندوتشات اللي احنا بنعملها لأولادنا كده في المدارس. هنفتح الكيس السندوتشات ده على على رئة واحدة يعني، ونبدأ نحط الكيس زي ما انتم شايفين كده على الزيت، وندهنه من فوق كمان بطبقة من الزيت. ودي الطبقة اللي هتخلي الحلويات بتاعة المولد بتاعتنا ما تلزقش معانا، وتطلع لذيذة وسهلة وجميلة جدا. الخطوة دي مهمة قوي نجهزها قبل ما نشتغل خالص في أي حلويات مولد، عشان الخطوات اللي احنا محتاجينها بعد كده لازم نبقى سارعين فيها. معايا هنا ربع كيلو من السوداني المحمص المقشر. هاخده تحميصة خفيفة دقيقتين كده على النار. مهم قوي الخطوة دي عشان أطلع منه زيوت العطرية وأسخن السوداني، فلما أجي أنزل عليه الكراميل اللي احنا هنعمله مع بعض يقفش مع بعض ويدينا القرمشة الحلوة والطعم الجميل، كأنك جايبة السوداني طازة من المحمصة. يا دوبك هما 3 دقايق بالظبط على النار، وبعد كده حطيته في طبق وهركنه على جنب. نيجي بقى المكونات بتاعتنا اللي هتخلي حلاوة المولد تمسك معانا وتبقى حلوة واللمعة بتاعتها جميلة. معانا كوباية الا ربع من السكر، وطبعا هحط عليها ربع كوباية من المية. مهم قوي ان ربع كوباية المية دي بحطها حوالين السكر من كل الجهات عشان ما يتحرقش معانا. مهم قوي كمان ان احنا نستخدم طاسة تكون غير قابلة للصق زي الطاسة تيفال كده، وهحطها على النار واستنى الخليط ده يغلي معانا. اول ما يبدأ يغلي معانا هنزل بمعلقة ونص من عسل الكلوكوز. مهم قوي عسل الكلوكوز معانا، بيدينا اللمعة الحلوة قوي اللي بنشوفها في المحلات، وبيدي طعم جميل. لو انتي حابة تستغني عنه مفيش اي مشكلة خالص، الوصفة بتاعتك هتبقى جميلة. وممكن اقولك كمان على بدايل عسل الكلوكوز. ممكن تستبدليه بالشربات التقيل، يعني ممكن تحطي معلقة ونص من الشربات التقيل. لو عندك عسل نحل ممكن تستبدليه بالعسل النحل، هيطلع حلو جدا. لو حابة تستغني عنه مفيش اي مشكلة خالص، الوصفة بتاعتنا مش هتتأثر. هسيب بقى الكراميل بتاعنا ده على النار حوالي 3 دقايق. اول ما يبدأ اللون بتاعه يبقى ذهبي كده من على الحواف زي ما انتم شايفين كده، هبدأ انزل بربع معلقة صغيرة من الفانيليا، رشة من الملح، وربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم أو الكربوناتو. أول ما هتحطي الكربوناتو أو بيكربونات الصوديوم هتلاقوا الخليط بدأ يفور كده معانا. هنزل على طول بالسوداني بسرعة جدا جدا جدا. مهم قوي إن احنا ما نقفلش النار بتاعتنا إلا واحنا نكون مجهزين الصينية اللي مدهونة زيت، لأن احنا هناخد الخليط بسرعة. لازم نشتغل فيه وهو سخن لأنه بيجمد معانا بسرعة جدا. هبدأ أخد الخليط زي ما هو وهو سخن كده، وابدأ احطه على الصينية اللي مدهونة زيت، وهجيب كيس تاني مدهون زيت وابدأ احطه على الوش عشان ما يلزقش معانا، ونبدأ نكبس السوداني ده. تقدري تكبسيه بكوباية ستانلس عندك، اي صينية ستانلس عندك، او حتى هرسة البطاطس زي ما انتم شايفين كده، لان الخليط بيبقى سخن جدا ومحتاجين نشتغل فيه بسرعة وهو سخن. اول ما هبدأ ادكه كده زي ما انتم شايفين كده واظبط الشكل معايا. مهم قوي ان الموضوع ده بعد دقيقة بس من ان احنا صبيناه من على النار، لان بعد كده هيقفش معانا ويمسك، مش هتعرفي تقطعيه ولا هتعرفي تشكليه معاكي. انا هنا خلاص ظبطت الشكل بتاعي. هجيب القطاعة بتاعت البسبوسة او الهريسة وابدأ اقطعه بالشكل اللي احنا عايزينه. عايزاه مربعات صغيرة، عايزاه مربعات رفيعة، عايزاه مستطيل زي ما تحبي، والتقطيعة دي على حسب ما انتي عايزة. مهم اوي نقطعه وهو سخن، وهنستنى عليه بعد التقطيعة دي على الصينية يبرد تماما حوالي ربع ساعة. لازم نسيبه ربع ساعة عشان يتماسك معانا، وهوريكم شكله بعد ما بنسيبه ربع ساعة.
لو ما عندكيش القطاعة بتاعة الهريسة او البسبوسة ممكن تستخدمي السكينة، مفيش اي مشكلة خالص. مهم قوي ان احنا بس نكون دهنينها دهنة بسيطة من الزيت عشان ما تلزقش معانا وتسهل علينا التقطيع. شايفين ده شكله بقى بعد ما فات ربع ساعة، سيبته ربع ساعة على الصاج او على الصينية بتاعتنا، قفش معانا بقى وبدأ يمسك، وتقدروا بقى تقطعوه بكل سهولة على التقطيعة اللي انتوا قطعتوها. مفيش ابسط ولا اسهل من كده. شايفين اللمعة؟ اللمعة دي اللي انا بكلمكم عليها سببها المعلقة ونص بتاعت عسل الجلوكوز. عايزة اقول لكم ان الملح في السكر بيدي طعم حلو قوي للكراميل، وبيظهر طعم المكسرات حلو قوي. تقدروا كمان تعملوا نفس الوصفة دي لو انتوا حابين تعملوا كاجو، تعملوا فستق، تعملوا لوز، زي ما انتوا عايزين. طبعا انا حبيت اعمل لكم الوصفات الاساسية في اي علبة حلويات مولد. شايفين جمال؟ طبعا السودانية دي معشوقة الجماهير، شكلها لوحده بيتكلم عن نفسه. انا من عشاق السودانية جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. شايفين شكلها حلو ازاي؟ تقدروا بقى تحتفظوا بيها في اي علبة، وتقدروا تقعد معاكم متماسكة ومقرمشة وجميلة لمدة اسبوع اسبوعين، مش هيجرى لها اي حاجة خالص ولا هتطرى معاكم. نيجي بقى نعمل الحمصية. معايا ربع كيلو من الحمص، هاخده على النار في الطاسة كده من غير اي حاجة خالص، يا دوبك دقيقتين يتحمص معانا. خطوة التحميص دي مهمة قوي في اي نوع مكسرات هنستخدمه النهاردة، علشان هي اللي هتدينا الطعم الحلو والقرمشة اللذيذة بتاعت حلويات المولد، انها لسه جاية من المحمصة جاهز. هجيب بقى الطاسة بتاعتي واحط هنا لكل مقدار زي ما انا قلت لكم ربع كيلو من اي نوع من المكسرات اللي هنستخدمها النهارده، سواء السمسم او السوداني او الحمص. بستخدم كوبايه الا ربع من السكر، عليها ربع كوبايه من الميه. مهم قوي ان الميه نحطها حوالين السكر، وهحطه على النار لمدة دقيقتين. أول ما يبدأ يغلي معانا زي ما انتم شايفين كده، هبدأ أنزل معلقة ونص من عسل الجلوكوز. أول ما ألاقي اللون بقى ذهبي من على الحواف، هبدأ أحط ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، ربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم أو الكربوناتو، ورشة صغيرة من الملح أقل من ربع معلقة كمان، بتظهر الطعم الحلو بتاع السكر. واول يا دوبك ما بحط البيكربونات بتاعت الصوديوم واقلبه، هتلاقوا فيه فوران فظيع كده في السريع. يفضل ان احنا نعمل الخطوات دي ما يكونش جنبنا اولاد صغيرين، لان الحرق بتاع الكراميل صعب جدا لا قدر الله. ربنا يا رب يعافيكم. هحط زي ما انتم شايفين الحمصية وهقلبها في السريع كده، هتلاقوها تماسكت على طول دقيقتين على النار، وهنطفي النار. اول ما يبدأ يتماسك معانا صينيتنا اللي احنا دهنينها زيت. وطبعا دي خطوة لازم نكون مجهزينها في كل خطوات بتاعتنا. شايفين شكل السمسمية ولونها؟ التحميصة اللي احنا عملناها على النار في اول خطوة بتدي الشكل اللي انتوا شايفينه. مهم قوي واحنا شغالين نشتغل بطاسة تيفال عشان ما تتعبناش وتلزق معانا. ومهم قوي نشتغل بمعلقة خشب، لان الفوران اللي بيحصل مع البيكربونات الصوديوم ده بيخلي الخليط يلزق جدا. فاي معلقة هتستخدميها هتوصل معاكي الحرارة، ولا قدر الله ممكن تتحرقي بعد الشر يعني. هحط طبعا الكيس اللي احنا دهنينه بالزيت، وابدا ابططها زي ما انتم شايفين بسرعه جدا، واقطعها بالقطاعه بتاعه البسبوسه وهي سخنه. اهم حاجه خطواتك كلها تبقى سريعه، ويكون ادواتك جنب منك علشان بتقفش معانا بسرعه جدا. وهسيبها بقى ربع ساعه، وابدا ارجع لها بعد كده واقطعها واوريكم شكلها بعد ما فات ربع ساعه. عايزه اقول لكم ان العلبة بتاعت حلويات المولد دي كان ليها طعم جميل جدا، وليها شكل حلو وذكريات جميلة. طبعا أنا والدي كان بياخدنا واحنا صغيرين كده في محل الحلويات بتاعت المولد، وطبعا بيبقوا فارشين بقى كل حاجة بقى، الملبن والنوجة وكل حاجة، وانتي تقدري تاخدي العلبة بتاعتك وتنقي الكيلو اللي انت عايزاه مشكل باي نوع انت بتحبيه. طبعا بابا كان بيسيبنا كل واحد يختار النوع اللي هو بيحبه، ودي كانت حاجه حلوه ومميزه جدا من ضمن الحاجات اللي احنا بنفتكرها. عايزاكم تكتبوا في الكومنتات تصلوا على النبي وتدعوا لوالدي ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. شايفين شكل المكسرات منوره كده وجميله؟ عايزه اقول لكم طعمها احلى 100 مره في البيت. لما هتجربيها في البيت هتبطلي تشتريها من بره.
اوفر واحلى واجمل، وكمان بتعمل كمية اكبر. انا النهاردة عملت ربع كيلو من الحمص ومن السمسم ومن السوداني، عمل لي حوالي كيلو وربع من الحلاوة الجاهزة، يعني موفرة جدا، وما استخدمتش حتى نص كيلو من السكر. انا هنا معايا ربع كيلو من السمسم الاحمر، اخدته تحميصه دقيقتين على النار، نفس الخطوات اللي احنا عملناها. وبعد كده هجيب كوبايه الا ربع من السكر، ربع كوبايه من الميه. انا ليه بعد لكم كل الخطوات؟ علشان لو انت لسه مبتدئه او اول مره تعمليها ما تكسليش وتلاقي الموضوع سهل، وتقدري تعمليها بكل سهوله. عايزه اقولك ان انت لو اتبعتي الخطوات معايا خطوه بخطوه زي ما انا عاملاها، هيطلع معاكي انجح حلاوه مولد، وهتدعيلي ان شاء الله. وتعالي قوليلي في الكومنتات تجربتك ايه مع حلاوه المولد، واكتر نوع حلويات مولد من اللي احنا عملناهم النهارده انت بتحبيها. هستنى ارائكم وتعليقاتكم. لو لسه مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي وما عملتيش لايك قمر، اعملوا لي لايك القمر، وانزلوا اكتبوا لي كومنت كده وقولوا لي بتتابعوني من انهي محافظه. زي ما انتم شايفين كده، اول ما بدا يغلي معانا واخد اللون الذهبي، بعد ما نزلت بمعلقه ونص من عسل الجلوكوز، حطيت بقى ايه ربع معلقه صغيره من الفانيليا، ربع معلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو، وحطيت رشه من الملح بسيطه صغيره، ونزلت بقى بالسمسم اللي احنا محمصينه. عايزه اقول لكم السمسميه دي احلى نوع طلع بالنسبه لي، لان ريحه السمسم بعد ما اتحمص واتعملت على النار طلعت خطيره. عايزه اقول لكم ان انتوا لو بتجيبوها من بره هتلاقوا اللي انتوا بتعملوها في البيت ريحتها غير وطعمها اجمل بكتير. شايفين؟ وعايزه اقول لكم ان رشه الملح دي بتظهر السكر جدا وبتخلي الطعم حلو قوي. طبعا زي ما قلت لكم عسل الجلوكوز ده بيدينا لون ولمعه حلوه قوي. طبعا زي ما انتم شايفين كده عادي المعلقه ما استحملتش السخونيه واتكسرت، مفيش اي مشكله خالص. مهم قوي بس ان انت تشتغلي بمعلقه خشب. ليه؟ لان الخليط بيبقى سخن جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين انا اول ما حطيت الخليط بسرعه حطيت الكيس. لو ايدك تستحمل الحراره ممكن تحاولي تبططي بايدك او تلبسي اي جوانتي حراري او سيليكون عشان ايدك لا قدر الله ما تحترقش، وتبططيها بسرعه جدا. هبدا اقطعها زي ما انتم شايفين كده، وابدا اعمل بقى الحلويات بتاعتي، وهبدا اعرضها لكم كل الحلويات اللي احنا عملناها النهارده. عايزه اقول لك ان انت هتعملي معايا كيلو من السكر هتجيبيه، هنعمل بيه كل اصناف حلويات المولد بتاعت علبه المولد. هنعمل مع بعض الملبن، وهعمل معاكم القشطه. عايزاكم تتابعوا سلسله الفيديوهات اللي جايه، هنعمل كل حلويات المولد ان شاء الله. اكتبوا لي تحت في التعليقات لو في نوع حلويات معينه عايزيننا نعملها، ان شاء الله اعملها لكم. شايفين هنا بعد ما قطعتها وسبتها ربع ساعه تماسكت وبدات تمسك في بعضها. مهم قوي ان السمسميه تكبسي عليها جامد عشان السمسم صغير شويه، صغيرين ما بيمسكش قوي. انا هنا شكل السمسميه لونها ذهبي وشكلها حلو قوي. ولو هتستخدمي السمسم الابيض تاخديه بقى تحميصه على النار لحد ما لونه يبقى ذهبي. انا من الاول استخدمت السمسم الاحمر، بيديكي اللون الحلو من الاول وما بيتعبكيش في التحميصه على النار. وده شكل حلويات المولد اللي احنا عملناها النهارده. عملنا السودانيه وعملنا الحمصيه وعملنا السمسميه، كل واحدة منهم أخدنا كوباية إلا ربع من السكر، يعني إجمالي السكر ما خدناش حتى ربع كيلو من السكر. عملت حوالي كيلو وربع من الحلاوة العلف. يا رب الفيديو يكون عجبكم. كل سنة وانتم طيبين، فيديو سعيد يا رب، وهو مولد نبوي شريف. اكتبوا لي تحت كل سنة وانتم طيبين، وصلوا على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وقولوا لي في التعليقات انهي نوع حلويات انتوا بتحبوها، وبتتابعوني من انهي بلد. وهستنى ارائكم وتعليقاتكم. ما تنسونيش في لايك القمر. شكرا لكم على المشاهده، وتابعوني في فيديوهات تانية كتير. هنعمل مع بعض سلسله حلويات المولد، هنعمل القشطه، وهنعمل مع بعض كمان النوجه والملبن. ان شاء الله الفيديوهات تعجبكم. باي باي.